السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة من سيد عرب. إذا عجبك الفيديو ما تبخلش على بلايك، ما عجبكش الفيديو برضه ما تبخلش على بلايك. وأهم حاجة من أي حاجة صلاة الحبيب صلاة الحبيب صلاة الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة حكاية اللايك الجميل بتاعك عشان عايزين الفيديو ده يوصل لأكبر قاعدة جماهيرية من جمهور النادي الأهلي وجمهور الزمالك إذا حب يشوف، إذا كان الفيديو أصلا بتاعي بيتشاف. طيب، امبارح مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، والنادي الأهلي ضيع فوز. النادي الأهلي هو اللي ضيع فوز. الاخطاء التحكيميه ضد النادي الاهلي، مش ضد مش ضد نادي بيراميدز. وسبحان الله جماهير نادي الزمالك واعلاميين نادي الزمالك واداريين نادي الزمالك وكل لاعبي نادي الزمالك وكل من ينتمي لنادي الزمالك محروقين قوي على ايه ما تعرفش، مع ان سبحان الله النتيجه دي في صالح نادي الزمالك، بس هم مش فاهمين. والله بس هم مش فاهمين. ما الاهلي لما تعادل مع بيراميدز النهارده حضرتك تكسب الجونه ده، اذا كسبت من غير يعني تحكيم ومن غير احتواء، انت حضرتك على فكره كده هتبقى الاول. يعني انت لو كسبت هتبقى الاول، فالنتيجه دي في صالحك. النتيجه دي في صالحك، بس هم ما يعرفوش. هم حاطين قدامهم الاهلي، مع ان الاهلي الجامل فين الاهلي؟ يعني انا عايز افهم الجامل فين الاهلي. امبارح شفت يا جماعه الكابتن سيد عبد الحفيظ لازم يكون موجود في النادي الاهلي ليه؟ شفتوا راجل بيتكلم بالدلائل، ما بيتكلمش وخلاص. تحس ان بص كل من ينتمي لنادي الزمالك حافظين حاجه واحده بس: الاهلي بيتجامل تحكيميا، اصل الدوري موجه، اصل الاهلي نانوس الدوله. يا عم طب في عندك اثبات؟ على فكره ده اتحاد الكوره يعني قال لك كل الانديه تدفع المديونات اللي عليها. جه عندك انت اتفق على 30 مليون وراح مغير بعد كده خلاها 15 مليون. يعني انت اتحاد الكوره يعني بيجاملك انت. اتحاد الكوره بيجاملك انت. رابطه الانديه غيرت القوانين اللي كل الانديه ماضيه عليها عشان خاطر حضرتك انت بتتكلموا فيها يا جماعه. يعني انت لو هتبص مثلا كان اتحاد الكوره هتلاقي رئيس اتحاد الكوره زملكاوي، هتلاقي وزير رياضه زملكاوي، هتلاقي مش عارف رئيس لجنه الحكام زملكاوي. برضو النادي الاهلي نانوس الدوله. المهم الكابتن سيد عبد الحفيظ كنا من نادي بنقول لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ يكون موجود لانه موسوعه رياضيه. كابتن سيد عبد الحفيظ على الاقل لو مش موجود في فريق النادي الاهلي يبقى موجود حتى في قناه النادي الاهلي. ده المفروض على الكابتن احمد الخطيب ياخد باله من الحته دي. امبارح في احد القنوات على التلفزيون مع ابراهيم فايق، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا والكابتن ابراهيم المنيسي، بس الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ملعلع شويه، كان ملعلع ليه؟ بيتكلم بالدلائل، بيتكلم بتواريخ. انت فاهم ازاي؟ طبعا كان كابتن محمود فتح الله وبيتهيألي الاستاذ احمد الخضري الناقد الرياضي، طبعا كل واحد بيتكلم بانتمائه، ما بيتكلمش الحق. يعني لو هتيجي على كابتن سيد عبد الحفيظ بيجيب لك تواريخ، بيجيب لك يعني بص دلائل. قال لك محمود البنا ده جه على النادي الاهلي كتير، والنادي الاهلي كان بيلعب بيراميدز في الدقيقه 17 ادى طرد لعمرو السوليه، وطرد ما يستحقش طرد، يعني طرد ما يبقاش طرد. انت واخد بالك؟ انت مستوعب؟ انت يعني سيد عبد الحفيظ او الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم بدلائل. احنا لعبنا بيراميدز قبل كده وفي الدقيقه 17 اتطرد مننا واحد، ما عدناش نهلل ونعوي ونطلع في كل قناه اصل التحكيم يطلع ميزو، اصل الحكايه، اصل الدوري موجه، اصل كلهم حافظين حاجه بيطلعوا يقولوها، لكن كل واحد يفكر شويه مع نفسه. هات يا عم، هات الحالات التحكيميه واقعد اتفرج عليها كده لوحدك وشيل انتمائك، هتلاقي نفسك غلطان. يعني ايه معلش يعني يعني احمد توفيق ضرب راجل بالكوع، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ ما اتحسبت على عمرو السوليه، اتحسبت على موديست، اتحسبت على السوليه واتحسبت على موديست. لا والبنا كان ممشيها عادي. ده الفار ان ده قال له خد تعالى، دي بتتحسب في كل حته يا عم. انت مش شايف؟ فانت حضرتك هنا اهو قلت لا دي طرد عادي بالنسبه للسوليه، تيجي على الناحيه الثانيه بتاع احمد توفيق لا ده مش طرد، ابص بقى عشان يبوظ الماتش والاهلي يركب الماتش والاهلي يكسب. يا عم انت بتتكلم في ايه يا عم؟ يا جدعان ما ترحمونا يرحمكم الله. ضربة الجزاء بتاع ابراهيم عادل ما حدش يتكلم فيها. انت بالله عليك كراجل زي ما بقول لك هات الحالات التحكيميه كده كراجل زملكاوي، مش زملكاوي، راجل بتفهم كوره، سيبك من انتمائك عشان انتمائك مغطي على عقلك، ماشي؟ هات كوره ابراهيم عادل، هل هي تستحق ضربة جزاء؟ وايه البنا راح مصفر على طول، ما رجعش الفار. انت كل الحالات التحكيميه رجعت الفار هو اللي رجعك فيها. مش عارف، بس مش عارف الغل من ناحيه النادي الاهلي ليه كده.
من اعلام نادي الزمالك، اي حد ينتمي لنادي الزمالك. انا مش فاهمها ومش عارفها، يعني ليه يعني انت بتتكلم يا عم اديني حقي، اديني حقي. سيبك من ان كولر عك في التشكيل، ما احنا واخدين على كده ان كولر بيعك في التشكيل اخر كام يوم، عك 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 عك، مش مشكله. لكن انت ليه حضرتك عايز تضيع حقي؟ ليه؟ انت كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم في حاجه حلوه قوي. انا واقع، انا واقع، اتعادلت 5 مرات مثلا، او تعادلت ست مرات. انت فين؟ انت فين؟ انت مش موجود. انا بقى انت بتقع معايا، انا بقع، انت نفسك بتقع معايا. وبرضه تقول لك اصل الاهلي بيتجامل تحكيميا. يا عم انت هات من بدايه الدوري، شوف انت حضرتك واخد كام نقطه، كام نقطه. انت بتتكلم في ايه؟ انت واخد كام نقطه؟ انا بس مش عامل احصائيه، مفيش ورقه قدامي عشان اقول لك الزمالك واخد كام نقطه. لا الزمالك واخد كتير وكتير قوي. لولا الاحتواء كنت هتلاقي نادي الزمالك في منتصف الجدول، او مع التسعه ال 11 الاخر دول، ولا كنت هتلاقي معهم ولا التسعه الاخر دول. لكن نادي الزمالك بالتحكيم بيكسب، بالتحكيم بياخد ضربه جزاء، بالتحكيم جون تسلل بيتحسب، بالتحكيم هدف تسلل، هدف صحيح للفريق المناسب بيتحسب تسلل عادي عادي. محمود البنا ده بتاع الخطوط، فاكرينه؟ بتاع النادي الاهلي. يا جدعان انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ ارحمونا يرحمكم الله. انت لو بصيت على النتيجه هتلاقيها في صالحك يا زملكاوي، يلي بتفهم. بتقول على نفسك بتفهم، بتقول على نفسك بتفهم، ومصنف نفسك بتفهم. سيب النادي الاهلي، بص على مشاكلك الاداريه. ما ترميش فشلك على النادي الاهلي، ما ترميش فشلك اصل الدوري موجه. انت راجل فاشل خلاص، دي بتاعتك انت. ما تجيبش سيره الاهلي في حاجه. مش كل من هب ودب اصل الاهلي، كل واحد منسي مش معروف، انت فاهم؟ يطلع على اي قناه اصل الاهلي، اصل مش عارف ايه، اصل يا عم تسيب الاهلي في حاله. هو انتوا لما بتجاملوا تحكيميا حد من الاهلي بيطلع يتكلم؟ ما حدش بيطلع. انت بتتكلم يعني عمرك شفت حد يعني معلش يعني اعلامي في النادي الاهلي طلع يتكلم على الاخطاء التحكيميه بتاعت نادي الزمالك، المجامله لنادي الزمالك؟ ما اتكلمش. ما كان اصل انت هتطلع تتكلم في مين؟ عندنا هنا المشكله الحكم بيحكم بانتمائه، الحكم بيحكم بانتمائه. انت محمود البنا كل الاخطاء التحكيميه للنادي الاهلي الفار نده له وقال له تعالى. وانت بقى اللي قاعد على الفار محمود عاشور، وما ادراك محمود عاشور بقى. يعني اخطائه مع النادي الاهلي لوز اللوز. ما بيجاملش، مش بيجامل يعني، على طول بيجامل الفرق المنافسه ضد النادي الاهلي. مش عارف. طيب يا سيدي، بن شرقي النادي الاهلي مخلص معاه. بن شرقي وقع الكترونيا. بن شرقي مخلص، بص تنازل عن كتير قوي من مستحقاته، وهياخد فلوس كمان بالجنيه المصري علشان يجي النادي الاهلي. بن شرقي قريب جدا، ممكن النهارده تسمع التيك توك او الكابتن احمد شوبير يطلع يتكلم، ومثلا يطلع في البرنامج بتاعه يقول لك بن شرقي في النادي الاهلي. النادي الاهلي مستني فسخ التعاقد بن شرقي والرهان القطري بس. لكن بن شرقي مخلص مع النادي الاهلي. الياس شوارف النادي الاهلي دخل فيه بقوه مع مع كوتيسا، مع كوتيسا. واحد منهم هيجي. كابتن احمد شوبير من شويه قال لك يا عم الحاج في 2 هيجوا كده. علي معلول بره، علي معلول بره، وعلي معلول منزعج جدا. علي معلول يعني مستاء جدا من اللي بيحصل معاه داخل النادي الاهلي. يا جدعان كرموني يا جدعان يعني جد. طب 6 شهور دول هيقعد فين الكابتن علي معلول؟ النهارده انت بتتكلم في 27، انت مخليني اعرف صح كده. طب انا هعمل ايه؟ هتخليني قاعد واخد فلوس؟ ماشي. امال تيجي ترميني بعد يناير، تيجي تقول لي امك في العش ولا طارت، اقول لك معلش انا عايز عقدي. وساعتها ما حدش بيقول لك اصل وفصل، لا. ده في ناس ولاد النادي الاهلي يباعوا النادي الاهلي. في ناس ولاد النادي الاهلي او مش ولاد النادي الاهلي وقفوا، النادي الاهلي وقف معاهم. ايفرتون اسهمه تراجعت شويه. يعني ايفرتون النادي الاهلي كان داخل معاه ومخلص معاه في كل حاجه، راجل بس قال لك يعني ده الفرق بين اللاعب واللاعب. اللاعب بقى له 8 سنين مع فرقته، في انتماء. قال لك لا انا مش همشي ببلاش، مش همشي، لا ما تفعلش شرط الجزاء، لا تفاوض مع النادي. عندنا الكابتن اكرم توفيق راح مضى ولا تفاوض ولا ما تفاوضش ولا اي حاجه، راح مضى. هو ده الفرق بين اللاعب واللاعب، مع ان ده لاعب محترف عندهم، يعني لاعب اجنبي بالنسبه لهم. لا انت لاعب عندك هنا يعني معلش. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. فيديو كده على السريع عشان رايح الشغل، فبالله عليك يا اخي اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. واهم حاجه من اي حاجه صلاه الحبيب، صلاه الحبيب، صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش على باللايك، ما عجبكش الفيديو برضه ما تبخلش عليا
باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.